سيد محمود بدر اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بحب اشكر الاستاذ البني ادم اللي كان بيتكلم من شويه، واقول له ان انا يعني هعكم على نقطتين. اول واحده التشرد الاطفالي. بالنسبه لتشرد الاطفال، احب اقول ان تشرد الاطفال ده مش موجود هنا بس، بالعكس ابسولوتلي التشرد ده موجود على مستوى العالم كله، في عتبه ميدان عابدين الجيزه. واحب اتوجه بالكلام للسيد مسؤول لجنه حموم الانسان ان النهارده الجنيه غلب الكارنيه، ودي امر واقع النهارده. فلازم نكون ذات نظره مبعديه شويه، يعني نكون صحاباتها، وان احنا نبدا نفكر يعني ايه هو نضيف اللي ساعتهم بيقول عليه. هو نضيف يعني صعب، لان احنا عندنا النهارده الولد الصغير بالنسبه للتشرد الاطفالي، الولد الصغير بيبقى ماسك الكيس البلاستيك وتحت كوبري الملك الصالح وعمال حاطه على بقه وعمال يشم في كله، يفضل يشد لحد ما وشه بقى عامل زي فردة الكواشت، ويروح الباب بالليل يشم في رجلين اخواته. فهيجي منين اللي هو نضيف؟ فيعني شوفوا لهم حل، ابنوا لهم بيوت، اعملوا لهم سندوتشات حلاوه بالقشطه. وانا من هذا المبنى احب اوجه الكلام للسيد المسؤول رئيس لجنه حقوق الانسان، ان لازم قدامكم يكون حل من اثنين تحلوه، يعني يا تبنوا لهم البيوت يا توفروا لهم الكلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.